دايما بيقول لك اللعب ما بين الخطوط، يقول لك الفرقه دي بتلعب ما بين الخطوط كويس. النهارده الحلقه رقم 13 من سلسله افهم كره الحازم عبد القادر عن البلاينج بين ذا لاينز، اللعب بين الخطوط. يلا بينا. فببساطه يا صديقي، اللعب بين الخطوط هو ان الفرقه اللي بتدافع اللي معهاش الكره بيبقى عندها اكيد ثلاث خطوط: خط الدفاع، خط النص، خط الهجوم. فاللعب بين الخطوط هو ان انت معاك الكرة ازاي تتحرك ما بين الخطوط دول في المساحة اللي ما بينهم. يعني نقصد الفرقة اللي معاها الكورة مش اللي معاش الكورة. اللي معاها الكورة هي اللي بتتحرك ما بين الخطوط، لأنها عايزة تعمل حاجة. لو تفتكر يا صديقي لما اتكلمنا قلنا التكتيكال دايلما، المعضلة التكتيكية، وهو إن أنت تجبر الخصم يا إما يسيب مساحة وراه لما يروح يمسكك يطلع لقدام علشان انت واقف ما بين الخطين بتوعه، يا اما يرجع يمسكك فيسيب مساحة قدامه. فهي دي المعضلة التكتيكية، اللي هو انت بتقف في مكان محدش مسؤول عنه مسؤولية كاملة. فنيجي هنا نشوف مثلا السيتي. زي ما انت شايف ادي رودري واقف يستلم اهو. رودري اصلا كان واقف يستلم من الخطوط. بص التحرك بتاع برناندو هنا، بص بيتحرك فين. بص برناندو ده متحرك فين، بص الخطين. نفس القصة رودري. فدول يا يروحوا يهاجموا، يروحوا يضغطوا ويسيبوا وراهم فاضي فده يستلم براحته. في نفس الوقت بص هما متمسمرين بسبب وقفة الاتنين دول بين الخطوط. ركز معايا يا صديقي. زي ما انت شايف هو اصلا يكفي حركته من غير كورة كده. لو تفتكر في اول فيديو واحنا بنحل الماتش ده، بص طب لاحظ التحرك ده هو اللي مدي لعيبته الحريه. زي ما انت شايف نفس القصه. ركز بص هنا رودري مسؤول عن اللاين بريكنج باس، الباصات، التمريرات اللي بتكسر الخطوط. زي ما انت شايف لما تلعب التمريرات بتكسر الخطوط. وبص هنا برناندو مسؤول عن البوكيت، او من الاخر الجيب الفاضي في الملعب، المساحه الفاضيه في الملعب هو اللي بيقف فيها برناندو. الاتنين مقسمينها مع بعض. واحد مسؤول ازاي، هو اللي مسؤول يستلم ويسلم تمريرات اللي بتكسر الخطوط، والتاني مسؤول اقف ازاي في الحته اللي ملهاش صاحب من الاخر، علشان اجبر الخصم يبقى مشغول بيا. اديك شايف كام واحد مشغول ببرناندو واقف لوحده. كمل. نفس القصه. بص برناندو واخد معاه اتنين، خلي ده يستلم براحته وده برضو واخد معاه اتنين. زي ما انت شايف بص هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. نص الفرقة اللي بتلعب قصاد السيتي الفولهام مركزين في الحتة اللي واقف فيها برناندو ورودري. زي ما انت شايف بص هو بيوجه الملعب برناندو هنا، وادي بينزل يستلم كل ده بين الخطوط. بص برناندو واقف فين. انت ما انت لو ده هتطلع قدام مع مين، هيضطر ده يمسكه ويسيب ده، فاهم، ويسيب مساحات ورا. ادي نفس القصه مسكتهم ليهم. يعني وقفه برناندو في الحته في البوكت زي ما قلت لك، الحته اللي ملهاش صاحب من الاخر، مخليه لعيبه فولهام محتارين. فبالتالي بيجبروا فولهام ان هو لازم لعيب حد من لعيبه السيتي يبقى فاضي، بسبب اللي هو ماسك رودري وبرناندو. زي ما انت شايف بص بص هم واقفين فين. طب يا عم احنا عايزين نروح نضغط عليكم، طب هنسيب دول، هنسيب برناندو ورودري. نفس القصه. طب احنا هنا اللي ورا خط النص عايزين نتقدم لقدام، طب هنسيب ورانا فاضي بيننا وبين خط الدفاع، دي مصيبه اكبر. انت فاهم كل دول بسبب تمركز الاتنين صح بين الخطوط، رودري وبرناندو. نفس القصه. بص حتى ده مش عايز يروح يضغط يا راجل. بص عادي مفيش مشاكل، العبوا براحتكم، اهم حاجه رودري وبرناندو ما يتحركوش. انا بقول لك بالتفصيل، احاول ابسطها لك بكذا طريقه. زي ما قلت لك بص رودري مسؤول عن اللاين بريكنج باسس. زي ما انت شايف اهو ده راح يستلم اهو، لعب الباص عادي، ده يعتبر باص بين خط عادي. سلبيه خلاص، هو من كتر اليأس سببوا لهم يأس بسبب التحرك الممتاز بتاعهم ده. نفس القصه بص عادي. وبص محافظ على البوكت بتاعه برناندو، واقف لازم يقف في حته يحير فيها لاعبين ثلاثه. انت واخد بالك. نفس القصه اهو بيضربوا في الخطوط براحته. نفس اهو بدلوا الاوضاع، بقى هو اللي بيقف في البوكت، نفس بقى هو مسؤول على الباص عادي. رجع مكانه عادي برناندو. برضو اهم حاجه وسط النفسي بين الخطوط.
هل انا عايز استلم؟ استلمت تمام، ما استلمتش انا. كفايه برناندو هنا انه واخد معاه اللعيبه دي كلها، يعني ده اللي احنا عايزينه. اهو ده اصلا واقف لوحده هناك. نفس القصه اصلا اللي حصل ده مخلي ان ممكن باص كده مساحه ينزل فيها هالاند يستلم فيها براحته، ممكن اهو نفس القصه هنا يستلم براحته بسبب التكتل اللي عاملينه هنا. مفيش مشاكل، براحتكم. يا جدعان بصوا برناندو، انا عارف انتوا زهقتوا مني بس الموضوع هيبقى ابسط بكتير بعد الفيديو ده. بص برناندو حواليه كام لعيب؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. لا يعني وادي بص هنا ده واقف اهو براحته هنا بسبب ان ده بص حب يقفل شويه على برناندو، بس عيني ساب حته شويه وراه فاضيه، لو حب يرجع ورا يمسك هيسيب برناندو شويه مرتاح. فيا صديقي ده ذكاء تكتيكي عادي. اهم حاجه اللعيب يبقى عنده النضج انه يعرف فين بين الخطوط اللي اقف فيه، فين المساحه الفاضيه، فين الارض اللي ملهاش صاحب اللي اروح اقف فيها وابقى صاحبها. هي دي اللعبه بين الخطوط. ده غير طبعا ان مفيش اي لعيب يعرف يستلم بين الخطوط ويوجه على طول ناحيه الجون. لو تفتكر لما حكيت لك الاستلام بين الخطوط بزاويه منفرجه، ازاي اللعيب يستلم زاويه منفرجه ويروح على الجون على طول. فدور في فيديوهاتي قبل كده هتلاقيني شرحت لك القصص دي بالتفصيل بس بطرق تانية. بس كده يا صديقي، والمره الجايه وانت بتتفرج حاول تبص على اللعيبه اللي مستخبي ورا الخطوط. وكان معكم حازم عبد القادر، اتنين بيحبوا يعرفوا الكوره بتلعب ازاي. سلام.